كحك العيد المظبوط بوصفة ومكونات وطريقة مضمونة 100%. المكونات الجافة استخدمت فيها ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من ريحة الكحك، ورشة من الملح، وثلاث معالق كبار من السكر الباودر. ولما السمنة بتسخن ببتدي ان انا اضيف عليها معلقتين من السمسم الابيض وبخليه فيها لغاية ما يبتدي ان هو يتحمص. السمنة الصغيرة دي بيفرق جدا في طعم الكحك، دي بالسمنة كويس جدا. طب سيب الخليط ده لغاية ما يبرد تماما. الزبدة اللي كانت 200 جرام وكانت بحرارة الغرفة، و200 جرام من السمنه البلدي اللي كانت ساقعه وخرجها من التلاجة، وضفت عليهم 60 جرام او تقريبا 3 معالق كبار من السكر الباودر. وكده نكون اخدنا كل مزايا الكحكه على البارد، من ان هو خفيف ومش بيعمل حموضه وبيكون طعمه تحفه جدا. واستخدام الزبده بيخلي الكحكايه ناعمه جدا، وبتضربهم كويس جدا مع بعض لغايه ما السمنه والسكر والزبده بيكونوا ناعمين جدا وبيكونوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في الوقت ده بضيف ميكس الدقيق دفعه واحده، يعني مش بنخلهم قبل ما اضيفهم، بضيفهم مره واحده. كل ما ادينا الخطوه دي وقتها كويس ونعمنا الدقيق وبسناه كويس جدا مع باقي المكونات، كل ما الكحك بتاعنا هيطلع ناعم وهيطلع مظبوط ومش هيشقق وهيطلع معانا تحفه جدا. بعد ما بنوصل للقوام ده بضيف ميكس الحليب والميه، وبعد ما اضفنا الحليب والميه مش بنعجن كتير خالص، مجرد بس اننا بندخل العجينه، بنخلي العجينه تتداخل مع بعض لغايه ما بنوصل للقوام ده. واول ما بنوصل للقوام ده بنوقف عجن فورا علشان العجينه ما تعملش عرق معانا. وباخد جزء من العجينه وابتدي ان انا اكوره بين ايدي كده، وببتدي ان انا بعد كده اعمل له اختبار بالبصامه. اذا طلعت العجينه زي ما انتم شايفينها كده بدون ما تشقق، فكده الكحكايه معايا ناجحه 100%. وادخله الفرن على درجه حراره 180 وبيفضل جوه الفرن تقريبا 20 دقيقه.